مش تركيا هاجس الأكراد اليوم؟ لا. ليش؟ يعني إذا أنتم اليوم ضمت كركوك إليكم، يعني أتراك غير راضين تماما وتصريحاتهم دائما يعني ما تصب في خانة أنه لن نسمح للأكراد بأن يضموا كركوك. وبالمقابل نقول لن نسمح للأتراك أن يتدخلوا في موضوع كركوك. كيف لن تسمح لهم؟ هم كيف لن يسمحوا لنا؟ هم قوة عسكرية، جيش ضخم، ممكن يعني ما طبعا ما بدي استبق أنا ما خايف من قوتهم العسكرية، مهما كانت قوتهم العسكرية لن تكون بقوة صدام. بس هم أيضا قوة دبلوماسية كبيرة. لا خايف من قوتهم العسكرية ولا من قوتهم الدبلوماسية، لأنه يتدخل في شأن لا يعنيهم، في شأن داخلي لدولة أخرى. كركوك مدينة عراقية بهوية كردستانية، تاريخيا جغرافيا كل الحقائق تثبت وتؤكد أن كركوك جزء من كردستان العراق، وكردستان العراق جزء من العراق. فإذا كركوك مدينة عراقية بهوية كردستانية، لا يحق لتركيا أن تتدخل في موضوع كركوك. إذا سمحت لنفسها أن تتدخل في موضوع كركوك سوف نتدخل في موضوع ديار بكر وغيرها من المدن الأخرى في تركيا. هذا تهديد أم مسؤول؟ مو تهديد، هذا جواب على إذا تدخلت تركيا. بأي حق كيف تسمح تركيا لنفسها بالتدخل في موضوع كركوك؟ بسبب وجود التركمان في 30 مليون كردي في تركيا أيضا. أنتم ما تتدخلوا بشؤون الأكراد؟ نحن ما نتدخل، ولكن إذا هم يسمحون لنفسهم يتدخلوا في موضوع كركوك بسبب كم ألف من التركمان، عندئذ أيضا سوف نتدخل لأجل 30 مليون كردي في تركيا. هل تعتقد أن الأمور ستصل إلى هذا الحد؟ أنا أتمنى أن لا تصل، ولكن إذا الأتراك يصروا على أن يتدخلوا في موضوع كركوك أنا مستعد أن أتحمل كل النتائج، ولن أسمح لهم أن يمرروا برنامجهم في كركوك. طيب أبو مسرور، هذه الثقة اللي عندك دائما ما أراها فيك بتستمدها من حلفك مع الأمريكيين مع والله أنا استمدها من إيماني بالله وبعدالة القضية وبدعم كل الشعب العراقي لموقفي هذا، لأنه هو تدخل في شأن عراقي.